وراونا اش غادي نديروا، الطرقان وكل شيء وراوه لينا، المسائل ديال الحج كل شيء وراهم لينا، الله يوريهم الجنبي. انا فرحانه بكم وبهذا الحج ان شاء الله وبهاد الناس كاملين، فرحانه بزاف ماشي غير شويه. الله يعمل سيدي ربي يكمل على الجميع ويصايب لكم ويصايب للجميع. اليوم جبت الوالده على اساس باش تسمع هذا الدرس والنصائح والتعليمات اللي الوكاله دايرهم، وكل شيء على ما يرام. حتى بالنسبه للناس اللي غادي يمشيو في هذه ليكيب هذه، الناس مزيانين وانا فايت مشيت معاهم، وان شاء الله عندهم تعامل مزيان، سيرفيس مزيان. اليوم ولله الحمد وبفضل الله ومنه وكرمه كنا مع الحجاج ديال وكالة الزوراتور. الحمد لله كان لقاء مبارك، لقاء أخوي، لقاء إيماني. الحمد لله وجهنا فيه نصائح وإرشادات للحجاج والحجاج، والحمد لله كنلمسوا من خلال يعني القسمات بالوجوه ديالهم والابتسامات ديالهم أنهم كيستشعروا هذه النعمة، وهي نعمة أداء مناسك الحج. فنسأل الله تعالى أولا أن يوفقهم في هذه الرحلة، ثم نسأل الله تعالى أن يجزي خيرا هذه الوكالة اللي كتقوم بهذه المجهودات يعني الجبارة باش تخدم ضيوف الرحمن. وإن شاء الله تعالى يكون حج مبرور وسعي مشكور ويجوز في أحسن الظروف، ويرجعوا إن شاء الله تعالى وقد غفرت ذنوبهم ورفعت درجاتهم. وكما وفقهم الله تعالى لهذه الرحلة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم كذلك لزيارة هذا المقام، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى ممن يتشوقون لبيت الله فيرزقهم الله تعالى الأجر بهذا الشوق ثم التوفيق لزيارة هذا البيت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم بركاوي عبد الكريم، يعني الملقب المعروف بأبو بلال. ولله الحمد بعد ما درنا لقاءات عديدة في جميع الفروع اللي عندنا في المغرب، عدد الفروع 5. اليوم تنحتفلوا بالحجاج ديالنا اللي إن شاء الله غاديين إن شاء الله يوم السبت. الأهم في هذا اللقاء هو تيكون واحد لقاء تواصلي بيننا، وتنخليو يكون واحد الجو عائلي، وهذا هو اللي تتميز به الوكالة ديالنا. تيكون واحد الجو عائلي اولا قبل ما نوصلوا لذوك الديار، يعني تنحتفلوا بهم بالشاي وبالحلويات، وتندخلوا لهم واحد السرور واحد البهجه باش يستبشروا خير ونفرحوا بهم. وهذا الا ان الله عز وجل اختارهم من كثير من الملايين ديال الناس، وهذا شرف لنا نكونوا خدامين ضيوف الرحمن. وهذا الوكاله المباركه هذا الشيء باش تتميز، يعني الناس تنحسبوهم بحال راسنا، تيحسبونا بحال وليداتهم، تيكون فينا واحد حسن يعني التعامل. هذا الشيء باش هو راس المال ديال هذه الوكاله، ولله الحمد. غاديين بواحد العدد اللي مبارك ان شاء الله، واللي غادي نقدوا عليه نشتغلوا معاه. وتنبشر كاع الاخوه اللي يعني سجلوا الاباء ديالهم والامهات ديالهم والاخوان ديالهم وشكروا هذه الوكاله. انا ان شاء الله تعالى في الميدان غادي نكون على حسن الظن اللي حسنتوا بيا، ونسال الله عز وجل التوفيق. وهذا شرف لي ووسام لي انكم حسنتوا بيا الظن انني غادي مع هذه المجموعه المباركه للحج ديال 2026. مقادير